أهلا بكم مرة تانية. النهاردة هنلخص ونشرح فيلم اسمه في المنزل. تحذير حرق أحداث، فخلي بالك وأتمنى إن الفيديو يعجبك. بتبتدي قصتنا في مدرسة، وفي بداية السنة الدراسية كان في اجتماع علشان يقرروا فيه ازاي هيصلحوا الزي المدرسي بتاعهم. وسط المدرسين كان في مدرس اسمه جيرمايا مدرس أدب ولغة، وكان مدي للطلاب واجب يعملوا بحث إنهم يكتبوا نص أو بحث عن الحاجات اللي عملوها الأسبوع اللي فات. الأستاذ جيرمايا قاعد في البيت بيقرا ويصحح ورق الطلاب، وموجودة معاه في البيت مراته، وهي سيدة أعمال وبتبيع تماثيل عريانة اسمها جين كانت ملاحظة إن جيرمايا حاطط درجات ضعيفة جدا للطلاب بتوعه، فبتقول له ليه كده؟ فبيقول لها إن أديهم درجات عالية ليه؟ أنا أديهم درجات عالية ليه؟ أنا اديتهم بحث وقلت لهم يكتبوا عن أسبوعهم اللي فات. فشوفي في واحد كاتب أنا رحت معرض مع أبويا وأمي واشتريت بندقية صوت، وطفل تاني كاتب واحد جاء البيت عندنا وعلشان يبيع لنا صلصة واحنا اشترينا منه صلصة. دلوقتي قوليلي ليه ازاي اديهم درجات عالية؟ دول حتى مش قريبين من الادب اللغوي والقصة. جيرمايا بياخد باله من بحث كاتبه طالب اسمه كلود كاتب انا رحت البيت رافا صاحبي علشان نذاكر مع بعض لانه ضعيف في مادة الحساب، وانا كنت عايز اروح لبيته من فترة طويلة جدا لان كنت براقب بيته من بعيد. ففي مرة شفت امه قدام البيت وكنت عايز اقابلها واتعرف عليها باي طريقة، فعلشان كده حطيت خطة ان هروح لبيت رافا بحجة انه ضعيف في الحساب علشان اذاكر له. فبعد ما دخلت البيت بتاعه بالحجة دي، انا في اوضة رافا اكتشفت انها زي اي اوضة من الاوض المملة بتاعة الاولاد، بس انا طبعا ما كانش عندي اي اهتمام باوضة رافا. عناية كانت عطشانة وبتدور على مامته في البيت زي اللي عطشان بيدور على المية يشرب. اديت رافا سؤال صعب يتلخم فيه ويتلهي فيه علشان اقدر الف انا في البيت براحتي. بعد ما استأذنت منه طبعا اني رايح اجيب كوكاكولا، بس انا طبعا ما كنتش عايز اشرب اي حاجة. فجأة شميت عطر حريمي فمشيت ورا الريحة، فوصلت لأوضة ام رافا وبقيت باصص عليها لحد ما شافتني. فسألتها فين الحمام، فورتني طريق الحمام وقالت لي البيت بيتك، اتصرف براحتك وخد حريتك. رجعت لأوضة رافا وحلت له مسألة الحساب، وطبعا انا كنت عارف انه مش هيقدر يحلها لان اديته مسألة صعبة جدا علشان اقدر اجي البيت كل يوم اذاكر له حساب. في اخر سطر في الورقة كتب القصة لسه ما خلصتش تو بي كونتينيو. بعدها جيرمايا بيقرا كل ده وبيروح يقول لمراته من انبهار كبير يا شوف التلميذ ده ازاي كتب كلمات جميلة جدا وتعبيره كويس، وكمان جمله قوية لغويا بالنسبة لسنه. هنا جيرمايا اخد باله من الكلمات الجميلة اللي كتبها كلود، بس ما اخدش باله من نية كلود وازاي بيبص على ام صاحبه. عرفنا هو عايز يغريها ويوقع ام رافا وينام معاها. السؤال هنا بيطرح نفسه بقى، هو ليه لما عايز يعلق ام صاحبه ليه بيكتب الكلام ده للمدرس بتاعه؟ ما كان قادر يعمل كده من غير ما حد يعلم بالموضوع. ما تقلقش، احنا هنعرف ايه السبب قدام شوية في نهاية القصة، فركز معايا في باقي الفيديو. في بداية اليوم اللي بعده بنشوف ان كل الطلاب حاضرين حصة جيرمايا، وبعد نهاية الحصة جيرمايا بيقول له كلود انت كتاب اللي كاتبه ده كتابك حلو جدا، النص جميل، بس انت مش خايف من ان رافا صاحبك يقرا الكلام ده ويعرف اللي انت كاتبه عن مامته وازاي انت شايفها؟ وهتعمل ايه لو المدير قرا الكلام ده برضه مش خايف؟ فكلود بيرد عليه وبيقول له انا ما كتبتش الكلام ده للمدير، انا كتبت الكلام ده ليك انت. بعدها اداله ورقة مكتوب فيها الجزء الثاني من القصة. بعدها بيروح جيرمايا على البيت وقال لمراته ان كلود اداله باقي القصة، فراحت قالت له تعالى نقرا ايه اللي كاتبه المرة دي. كلود كاتب انا رحت البيت رافا مرة تانية وشفت امه، وشفتها في وضعية ما كنتش عايزة تتحرك منها ابدا، بس رافا فضل يتكلم وضيع اللحظة. رافا قال لها انه تحسن كتير في مادة الحساب النهاردة وده كله بسبب كلود. بعدها كلود بياخد باله من صورة لعيلة رافا وبيقول في باله هو ده الراجل التخين العائق الوحيد اللي موجود في الطريق لأم رافا. وكلود بيبص على أم رافا ونظراته مش محترمة، وبيقول في نفس باله طبعا الست المتجوزة حاجة تانية خالص. وفي آخر الصفحة كتب to be continued، يعني الحديث بقية. مرات جيرمايا قالت ده مش طبيعي، الطفل ده منحرف على الاخر، اللي بيعمله ده قذارة وانحراف لواحد سنه 16 سنة بس، ودي حاجة غلط جدا. جيرمايا بيقول لها تماثيلك العريانة اقذر من اللي الواد كاتبه. جين بترد عليه وتقول له تماثيلي العريانة دي فن. بيقول لها واكيد ده فن بالنسبة للولد ده. فبتقول له لازم تبلغ المدير عن كلود لانه اكيد مريض عقليا ومحتاج دكتور نفسي.
فجيرمايا قال لها لا ده مش صحيح. اليوم اللي بعده راح جيرمايا للمدرسه علشان يعرف اكتر عن كلود، فعرف انه جه البلد دي من سنتين بس، وان كلود اتنقل كتير قبل ما يجي هنا ويستقر هنا. فجيرمايا خمن ان كلود عنده مشاكل عائليه، فاكيد محتاج يعقله ويقول له الصح من الغلط. احنا بنعرف بقى ليه عيله كلود كانت بتنقل كتير. عيله كلود كانت بتغير مكان عيشتهم بسبب ان كلود كان دايما بيحب الستات المتجوزه الصغيره. جيرمايا بيفكر في انه ازاي يقدر يعدل من طريقته في الكتابه ويعمل منه كاتب كبير، بس الولد اللي كل اللي كان بيفكر فيه هو ازاي يبقى البوي فريند والحب بتاع ام رافا. جيرمايا بيدي لكلود كتب يقراها، بس بعدها جيرمايا بيديله الجزء الثالث من القصه، وكتب في الجزء ده: انا دخلت مره تانية المنزل رافا بس ابوه كان موجود. بعدها امه جت قعد جنبي على الكنبه، وطبعا انا كنت فرحان ومبسوط جدا، والكلمات ما تقدرش تعبر عن احساسي في الوقت ده. بعدها جت مكالمه لابو رافا ومشي. بعدين اخدت بالي انه لما مشي ان هي دي الفرصه اللي انا مستنيها علشان اقدر اتقرب منها اكتر. وبعدين اتخيلت ان اكيد هي هتبتدي تشك في جوزها انه بيكلم ستات غيرها، وبعدين اكيد هيتخانقوا، وفي اللحظه دي ادخل انا بقى واوقعها في حبي. وفي النهايه طبعا في نهايه الورق كتب سيستكمل تاني. جيرمايا بعد ما بيخلص النص بيقول له كلود كتاباتك جميله ومنسقه جدا، بس انت ليه بتكتب عن الحاجات الغريبه دي؟ كلود بيرد عليه وبيساله وانت بتساعدني ليه كده كتير؟ جيرمايا رد عليه وقال له انا حابب الطريقه اللي انت بتكتب بيها وعايز اعمل منك كاتب كبير. جيرمايا رجع بيته قرا النص لمراته مره تانية. جين مراته قالت الواد ده فعلا موهوب في الكتابه، بس اعتقد ان عنده موهبه تانية وهي موهبه الاغراء، وخلي بالك مش انت اللي بتعلمه الادب، ده هو اللي بيعلمك وبيعلمني معاك. بعدين كلود بيديله نص تاني، وفي النص ده كاتب كلود: انا رحت تاني لبيت رافا واديت له مساله حساب صعبه جدا علشان يحلها. بعدين انا اتسحبت وسبته ورحت لغرفه مامته وسمعتها وهي بتزعق وبتتخانق مع جوزها، وطبعا انا كنت فرحان. اخيرا ابتدوا يتخانقوا مع بعض على حاجه. النهارده بيزعقوا في بعض، بكره الزعيق هيتحول لخناق، وبعدها الخناق يتحول لطلاق، وبعدها هي هتبقى ليا انا لوحدي والطريق هيفضلي. وفجأة بتخرج من الأوضة، بس كلود بسرعة بيلحق نفسه ويبتدي يبص على اللوحة اللي معلقة على الحيط، بس هي طبعا أخدت بالها بأنه كان بيتصنط عليهم. بعدها بتقول لجوزها احنا لازم نجيب مدرس خاص لرافع علشان أنا حاسة إن كلود ده ولد مش كويس. وطبعا كلود سمعهم لأنه كان واقف بره لسه بيتصنط عليهم. بعدها كلود حس إن بكده مش هيخلوه يجي بيتهم تاني، وابتدى يقلق، بس مسك نفسه وقال ان لازم اعمل وافكر في حاجة واحل الموضوع ده. وفي النهاية كتب برضه سيستكمل. مرات جيرمايا بتقرا النص ده وبتقول لجوزها ان ده غلط جدا، انا خايفة ان كلود ممكن ينجح في انه يوقعها ويخليها تخون جوزها. بس جيرمايا قال لها ده اكيد مش هيحصل، الكلام ده طبيعي بالنسبة للمراهق انه يبقى عنده تهيؤات وخيالات زي دي، وبعدين الاولاد اللي في سنه بينجذبوا للستات الكبيرة المتجوزة. جين بتبقى هورني وبتبتدي تتقرب من جيرمايا وبتبتدي تبوسه، بس جيرمايا قال لها نامي وسيبيني اكمل قرايه. في بداية اليوم اللي بعده جيرمايا بيقول له كلود انك لازم تغير الموضوع اللي بتكتب فيه، انت بتكتب وبتألف حلو خالص، بس الموضوع اللي انت بتكتب فيه مش حلو خالص وغلط جدا، ولو المدير قرا الكلام ده اللي انت كاتبه هيدفني انا حي وانت هيبهدلك، وافتكر كلامي ده. بعدها كلود بيقول له انا هوقف كتابة خالص. جيرمايا بيسأله ليه يا حبيبي كده؟ كلود بيعرفه ان ام رافا هتجيب مدرس خاص لولدها وهيمنعوني من دخول بيتهم، ولو انت عايزني اكمل كتابة يبقى لازم تسرب لي ورقة الاسئله بتاعت الامتحان ماده الحساب، ولو انا اديتها الرافا هو بعدها حل كويس في الامتحان فاكيد مش هيجيبوا مدرس خاص، وبعدها اكيد هقدر اروح بيتهم باستمرار. جيرمايا بيرفض وبيقول له انا مش هقدر اساعدك واسرق ورقه الامتحان، ولو هم رافضين انك تروح بيتهم فتخيل انك بتروح وكمل كتابه. كلود بيقول له انا ما اقدرش الف من دماغي، لازم اشوف واعيش القصه عشان اقدر اكتب عنها، فلازم انت تحاول تجيب لي ورقه الاسئله. جيرمايا رفض تاني وقال له امشي. احنا شفنا جيرمايا وهو بيرفض طبعا طلب كلود، بس بنشوف ان جيرمايا بعدين اتكلم مع مدرس ماده الحساب وبيحاول يقنعه، بس جيرمايا مش قادر يطلب منه ورقه الاسئله الامتحان لانه خايف ولان شكل المدرس مش حلو. جيرمايا تاني يوم بيحس ان كلود مش هيكتب تاني في ومش هيعرف نهايه القصه. بعدها بيقرر انه لازم يجيب ورقه الاسئله، ويقرر انه ما يمشيش اخر اليوم الدراسي اللي بعده، واستنى لما كل المدرسين مشيت وراح ورقه الامتحان من الخزنه واداها لكلود. بعدها كلود اداها ورقه الاسئله لرافا
رافا، ورافا جاب درجه كويسه جدا في الحساب. هو اساسا ما كانش يعرف حتى جدول الضرب، بس رافا الغلبان طبعا ما كانش يعرف ايه مقابل ورقه الامتحان. فابوه وامه مبسوطين جدا في البيت في نجاح رافا، وكانوا عارفين طبعا ان كلود هو السبب، وان رافا ما كانش هيعرف يجيب نتيجه زي دي من غير مساعدته. بعدين طبعا بيقرروا ان كلود لازم يساعد ابنهم في المستقبل كمان. فكلود هنا بيفرح جدا وخطته بتنجح. بعدين رافا بيواجه كلود وبيقول له انت جبت ورقه الاسئله دي من الاستاذ جيرمايا، وبيطلب منه انه يبعد عنه لان مراته بتبيع تماثيل عريانه وقذره. السؤال هنا ليه بقى رافا كان بيسال كل الاسئله دي كلود؟ وهنعرف اجابه السؤال ده طبعا قدام في الفيديو، فركز معايا. في اليوم من الايام بيقرر رافا وابوه انهم يروحوا يلعبوا كره سله، وطلب من كلود انه يجي يلعب معاهم. بس دماغ كلود الخبيث بتفكر بسرعه لانه رفض في نفس اللحظه، وهو طبعا عارف ان ام رافا هتكون لوحدها في البيت. رافا وابوه راحوا يلعبوا كرة سلة وحدهم، وكلود بيروح بيت رافا وبيضرب جرس الباب. بتفتح ام رافا الباب وبتقول له ان رافا مش موجود، فبيقول لها انا عارف، انا جاي بس اخد كتب الحساب بتاعتي اللي سبتها. بتقول له طيب تعالى اتفضل. بيدوروا على الكتب في اوضه رافا بس مش بيلاقوا الكتب، واحنا طبعا عارفين ان الكتب مش موجوده لان كلود مش جاي للكتب، جاي علشان يحاول يوقعها. وابتدى يحاول كلود طبعا ان يخلي ام رافا تتعاطف معاه عن طريق انه ابتدى يحكي لها عن انه ازاي امه كانت بتلبس نفس الحلق ده بس امه ميته وهو بيشتاق لها جدا احيانا. ابتدت تتاثر بكلامه وتحس بمشاعره وابتدوا يتكلموا مع بعض. بعدين بنشوف ان كلود بدا يقرب من ام رافا، بس احنا عارفين طبعا ان الموضوع بياخد وقت. بعد ما جين مرات الاستاذ جيرمايا بتقرا الكلام ده وبتقول ان نهايه الموضوع ده هتكون كارثه، لما يعرف رافا وابوه باللي يحصل هيدفنوا كلود حي. بس جيرمايا قال لها ان ده مش هيحصل وما تكبريش الموضوع. في المشهد اللي بعده بنشوف الاستاذ جيرمايا ومراته جين في البيت، بس جين زعلانه جدا وحزينه بسبب انها ما قدرتش تبيع اي تماثيل النهارده من تماثيلها. بعدها جيرمايا بيديها نص كلود علشان تقراها وتنسى الموضوع. جين بتقول له مفيش غير كلام ده، انت دايما جايب لي كتابات الطفل القذر ده من يوم ما عرفت الواد ده واحنا ما نمناش مع بعض. ايه انت وقعت في حب كلود؟ بيقول لها انت عارفه اني مش شاذ، انا بحب البنات. فبتقول له مش مهم، الرجاله اول ما بتكبر في السن بتحب تدلع نفسها. جيرمايا بيبتدي يقرا النص كلود طبعا، وكلود كاتب له لما كنت في غرفه رافا قال لي انت صاحب الحقيقه، وبعدها رافا باسه. احنا هنا بنعرف ان رافا شاذ، وبنعرف ليه هنا هو دايما كان بيقول له ابعد عن الاستاذ جيرمايا، لانه كان فاكر انه كلود وجيرمايا بينهم علاقه او على علاقه مع بعض. فجاه بيجي ابو رافا وبيسال كلود انت اتاخرت عندنا النهارده؟ فقال له لا انا بايت النهارده هنا مع رافا. هو كان بيساله طبعا السؤال ده لانه كان عنده خطط النهارده، بس بعد ما رافا نام قام كلود اتسحب من الاوضه وراح لاوضتهم، وبعدها شافهم وهم في السرير مع بعض في علاقه جنسيه. بيبتدي كلود يتخيل نفسه مكان جوزها. بعدها بنشوف في كتابات كلود انهم ابتدوا يقربوا من بعض يوم ورا يوم. بعدها كلود افتكر انها بتديله اشاره. بنشوف بعدها كلود بيتصنت عليهم تاني، هم بيتخانقوا مع بعض على حاجه معينه. بعد ما بيخرج والد رافا من البيت بعد ما اتخانق مع مراته، عرف كلود ان الوقت ده الوقت المناسب علشان يقدر يوصل لهم. بعدها بيديها جواب وبيمشي، وكان كاتب الجواب ده بدري ومخليه معاه، بس كان مستني الفرصه الحقيقيه اللي يقدر يديهولها. اليوم اللي بعده ام رافا بتقرا الجواب ده، وبعدها بتجيب كلود على جنبه وبتقول له ايه اللي انت كاتبه ده؟ انت كاتب انا عند استير ام رافا النهارده وانا واحد وابو رافا صفر. وبتقول له انت عارف لو رافا وابوه شافوا الكلام ده انت عارف ايه اللي هيحصل لك؟ وبيقول لها انا كاتب الكلام ده ليكي انت وحدك مش ليهم. بعدها نشوف كلود بيتخيل ان الاستاذ جيرمايا دخل عليهم وبيقول له ياه انت كاتب جواب ليها وانا حتى ما اعرفش بكده ولسه ما قراتهوش. بعدها مدام استر بتقول له انا عجبني جدا كلامك، وفجأة ابتدت تبوسه بعنف. بنشوف ان رافا كان بره وشاف كلود وامه بيبوسوا بعض، وبعدها من الصدمة راح اوضته وقتل نفسه وانتحر. وفي نهاية النص كتب كلود برضه سيستكمل. جيرمايا بيقلق جدا بعد ما بيخلص قرايه وبيجري يدور على رافا في الفصل زي المجنون في المدرسة، بس كان غايب مش موجود. فبيروح للمدرسة استقباله بيخليها تكلم بيت رافا وتسأله ليه هو ما جاش النهارده المدرسة. فبنعرف ان رافا تعبان جدا النهارده وما قدرش يجي المدرسة. بيرتاح جيرمايا وبياخد نفسه، وعرف هنا ان كلود كذب عليه. بسرعة بيروح جيرمايا لكلود وبيقول له انت النهارده عديت كل الحدود، ومشكلتي اني كنت مصدقك واني ساعدتك في انك تفضل في بيتهم. من النهارده انت مش هتكتب اي حاجة تاني وانا مش هقرا اي حاجة تاني انت تكتبها. كلود بيديله نص تاني، بس الاستاذ جيرمايا طبعا بيرفض انه ياخده. فكلود بيرمي النص وهو وعصبي وبيمشي. الاستاذ جيرمايا مع الفضول مش بيقدر يقاوم فضوله، فبياخد ورقة كلود ويبتدي يقرا. وكلود كان كاتب في الورق النهارده ابو رافا جه البيت وكان حزين وزعلان على الاخر لانه اترفد من شغله.
بعدها بتيجي مراته وبتقول له انا عايزك اقول لك على حاجه كبيره. بنفتكر احنا ان هنا هتعترف له بعلاقتها مع كلود، بس لا، المفاجاه انها بتقول له انها حامل. بيفرح جدا جوزها اول ما بيسمع الخبر الحلو ده ويبتدي يبوسها وبيصالحها. بعدها بيجي رافا بيقول لهم انا عايز مدرس جديد، كلود مش هيجي بيتنا تاني من النهارده. بس في النهايه كلود كتب سيستكمل. في المشهد اللي بعده بنشوف رافا وهو جاي علشان يضرب كلود ويواجهه باللي عمله. بيقول له انا كنت فاكرك صاحبي فتروح انت توقع امي وتبوسها من ورايا. فبيقول له كلود انت بوستيني في اليوم ده ومثلت انك شاذ. بعدها رافا بيضربه وبيديله علقه كبيره. في المشهد اللي بعده بيجي الاستاذ جيرومايا وبيقول له انه خلاص العيله دي اتجمعت من تاني، فبلاش تروح عندهم وما تحاولش انك تدمر حياتهم تاني. كلود بيقول له انا مش هكتب تاني ومش هروح بيتهم تاني. الاستاذ جيرومايا بيقول له بس انت لازم يا حبيبي تكتب نهايه للبحث بتاعك. بعدها بيروح كلود وبيستنى قدام بيت رافا. بتطلع ام رافا وبتقول له خد الجواب بتاعك. كلود بيقول لها تعالي اهربي معاه، بس هي طبعا قالت له ده مش هيحصل يا حبيبي، انت لسه طفل، مجرد طفل صغير، اللي حصل ما بيننا في اليوم ده كان غلطه. بعدها كلود بيحزن جدا، بس ام رافا بتقول له انت شفت ازاي رافا اتدمر نفسيا لما شافنا بنبوس بعض. كلود بيقول لها انا مش عايز اجرح او اذي اي حد. بعدها ابتدى يبوسها تاني، بس هي زقته بعيد وسابته ومشيت. بعدها بنشوف كلود وهو بيبكي هنا وبيقول ان دي مش هتكون النهايه. بعدها بيحاول يشوف نهايه تنفع للقصه بتاعته. بيفكر في ان مرات الاستاذ جيرومايا استغل كلود ان جيرومايا في المدرسه فراح لبيته علشان يوقع مراته. مرات جيرومايا بتفتح الباب وتقول له كلود ان جيرومايا في المدرسه. يرد عليها بيقول لها انا عارف انه مش موجود علشان كده انا جيت. بعدين بتقول له طيب اتفضل ادخل. ابتدوا يتكلموا مع بعض وابتدى كلود طبعا ياخد باله من جمالها. بعدها بيسالها انت ليه ما عندكمش اولاد لحد دلوقتي؟ بتقول له طبعا انها ما فكرناش في الموضوع ده واننا نخلف خالص، بس كلود بيقول لها ان جيرومايا قال لي انك انت ما خلفتوش بسبب انك انت ما بتخلفيش، يعني عندك عقم، عشان كده جوزك جيرومايا طلب مني اني اجي انام معاكي. طبعا كلود هنا كان بيكذب علشان تكره جوزها وتنام معاه. كلود نجح في كده بعد كذا محاولة، وبعدين بنشوف كلود وجين بيمارسوا الجنس مع بعض وبيناموا مع بعض. أخيرا كلود لقي نهاية القصة بتاعته. بعدها كلود كتب النهاية وسابها في أوضة جيرومايا. في المشهد اللي بعده بنشوف جيرومايا وهو بيطرد من المدرسة بسبب إن رافع اعترف للمدير إن الأستاذ جيرومايا هو اللي سرق ورقة أسئلة امتحان مادة الحساب بتاعته واداها لكلود. جيرومايا بيرجع البيت وبيقرا النهايه بتاعت كلود وبيحصل له صدمه تانية ان مراته خانته مع كلود وان كلود قدر يوقعها، ومراته حاليا هتسيبه لانها كانت فاكره ان جيرومايا قال عليها انها عقيمه ما بتخلفش. بعدها جين بتقول له دلوقتي كلود ما ينفعش يكون ابنك لاني نمت معاه. حصل صدمه لجيرومايا وابتدى اكتئاب شديد. في نهايه الفيلم بنشوف جيرومايا قاعد على كنبه لوحده، بعدها كلود بيدخل عليه فجيرومايا بيقول له انت هنا علشان تنام انا معايا انا برضو كمان. كلود بيقعد جنبه ويبتدوا يتكلموا مع بعض. فجيرومايا بيقول لنفسه بسبب المنحرف ده انا خسرت شغلي ومراتي سابتني، بس انا مش عارف ليه انا لسه لحد دلوقتي بتكلم معاه. بعدها كلود بيبص على كل الشبابيك اللي في العماره اللي قدامه بيفكر في انه يدخل حياه عيله من العائلات دي. والكلمات الاخيره في الفيلم كانت برضه سيستكمل. في النهايه قول لي بالمره ايه اللي رايك وعجبك في الفيلم تحت في التعليقات. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، وعشان تشوف فيديوهات زي دي بتشرح وبتلخص الافلام اشترك في القناه.